يستوب مشروع المدرب الجديد. ايوه يا صديقي، ما تستغربش، مشروع المدرب الجديد. الاهلي جاب مشروع. انا ما عملتش فيديوهات كتير على اي مدربين فاتوا لاني ما بحبش اطلع اقول حاجه ما بتحصلش، بس خلاص النادي الاهلي نزل بيان ان يستوب مدرب الاهلي الجديد. مشروع مشروع، مدرب مش كبير، مدرب مش كبير، ما عندوش سي في قوي، ما عندوش سي في قوي، يعني مش عارف اقول، مش عارف اصدمك، يعني مش عارف اقول لك ايه تاني، هو ولا اي حاجه من اللي انت فكرت فيها دي. هو زي ما انا قلت لك كده، مشروع مدرب جديد. راجل دنماركي الجنسيه، عنده 55 سنه، كان بيلعب مهاجم، حتى ما كانش مهاري كمان. بطل في 2007، ابتدى مساعد مدرب، بعد كده درب نادي سبرينج وخد معاهم كاس الدنمارك، مسك منتخب الشباب للدنمارك سنتين، وصل معاهم لحد النهائي. بعدها راح نادي ميتلاند الدنماركي اللي الزمالك قال لك عليه ده الكوبري اللي راح من خلاله امام عاشور، يعني هو ده النادي اللي كان راح له فعلا امام عاشور. خد معاهم الدوري الدنماركي، ونادي ميتلاند اصلا كل اللي كان واخده في حياته 4 دوري، فهو خد منهم واحد، فده بالنسبه لهم كان اعجاز يعني. بعدها راح اوروبا النادي جنت البلجيكي، قعد معاهم حوالي سنتين، ودي تعتبر كانت تجربه نوعا ما معقوله، ووصل معاهم للمركز الثاني ما شاء الله يعني. بعدها راح فريق كوبنهاجن، كسب معاهم الدوري الدنماركي، ده يعتبر من الفرق الكبيره جدا في الدنمارك يعني. بس عايز اقول لك على حاجه، ان الراجل ده عمره في حياته ما عمل موسم اول حلو، كل المواسم الاولى بتاعته كان دايما بلح على الله، دايما بيفوق في الموسم الثاني، يعمل معاهم نتيجه كويسه، والموسم الثالث يكون ماشي. فهو الراجل في كل الانديه اللي انا قلتها لك دي كلها كان بيلعب معاهم الموسم الاول وحش، موسم ثاني حلو. فيعني لو انت مستني يعمل حاجه في الموسم الاول مع الاهلي، ما تستغربش، لان مش دي العاده بتاعته، يعني العاده بتاعته للموسم الاول يعني ممكن تلاقي الزمالك راجع او بيراميدز ياخد منك الدوري بالمدرب ده، والموسم الثاني بقى ربنا يفرجها، والموسم الثالث كالعاده المدرب مع الاهلي يقدم اداء مش حلو، فتلاقي الاهلي مشاه. هو دايما كل المدربين في الاهلي بيقعدوا معاهم الموسم الثاني الثالث بيبقوا مش احسن حاجه، بيبقوا ماشيين. ما حدش كمل 4 مواسم تقريبا على ما اتذكر في الاهلي يعني الراجل كان قاعد في مؤتمر صحفي يقول لك انا بحب الكره الهجوميه، ولازم الفريق بتاعي بيكون بيهجم على طول، وبيحب الضغط، وبيلعب على الاجناح، والكلام اللي انت عارفه، بيحب الاستحواذ، وبيحب يطور اللعيبه، وبيحب يستعين بالشباب. كل الكلام اللي احنا بنقعد نقوله على كل المدربين اللي جايين من الاهلي حطه في الراجل ده، ويزيد عليه بصراحه ان هو زي ما قلت لك بيهتم بالشباب، وبيهتم بتطوير اللعيبه، يعني عنده شويه نقط حلوه بالنسبه كراجل. الراجل هادي مش عصبي، بس يعني نفس فكره كولر، يعني نفس شخصيه كولر كده، هو يبان لك هادي بس هو صارم حاسم. في اوضه اللبس بتلاقيه غريب شويه، وبتلاقيه برضه عنده شخصيه. انت يا اهلي فعلا كنت محتاج مدرب شخصيه، الراجل ده نوعا ما شخصيه، سيبك من هدوء ودوام، بس هو يبان عليه شخصيه. زي ما انت شايف معايا كده، دي اهم اللقطات للفرق اللي كان بيدربها يعني احب اقول لك ان هو مش مدرب كبير عكس توقعاتنا، احنا كلنا توقعنا للاهلي المفروض يجيب مدرب كبير عشان يعرف يسيطر على كل اللعيبه اللي موجوده، بس من الواضح ان الاهلي يهتم اكتر بانه يجيب مدرب شخصيه. هينجح ولا مش هينجح مش عارف، بس ده انا زي ما قلت لك في اول الفيديو، ده بالنسبه لي مشروع مدرب. كنت اتمنى ان يبقى مدرب اكبر من كده عشان يبقى عنده سي في قوي، بس يعني من الواضح ان الاهلي يعني مش عارف يعني ناوي يغلطنا ولا ايه، مش عارف هل في حاجه هم شايفينها احنا مش شايفينها. ادينا هندعم وادينا هنصبر، بس يعني كنت اتمنى ان احنا نجيب مدرب اكبر من كده، وهنستنى نشوف بقى المشروع ده زيه زي بيرو ولا هينجح ولا ايه. خلينا نشوف بقى الايام اللي جايه تثبت ايه يعني. كل الدعم ليه طبعا، ومش عايزين نندم اللي احنا مشينا عماد النحاس، وحياه ابوك هي ما ناقصه، احنا عاملين نحفل عليهم بقالنا بص قد ايه، فوحياه امك ما تجيش تخليهم يركبونا تاني. انت معايا ماشي؟